مرحبا بكم أيها المهتمون بالتاريخ. اليوم سأغوص في واحدة من أكثر حكايات الاستكشاف والغموض رعبا، رحلة فرانكلين المفقودة في القطب الشمالي. اجتمعوا معا ولنبدأ في سردها. بدأ كل شيء في عام 1845 عندما أبحر السير جون فرانكلين مع سفينتين اتشيمر سيريبس واتشيمر ستيرر في مهمة لرسم خريطة للممر الشمالي الغربي. كان لديهم أكثر من 100 فرد من أفراد الطاقم، وإمدادات كافية لمدة 3 سنوات، وآمال الإمبراطورية البريطانية على أكتافهم. لكن ما حدث بعد ذلك حير المؤرخين وطارد خيالاتهم لأكثر من قرن من الزمان. كان آخر اتصال معروف مع بعثة فرانكلين في يوليو 1845 عندما رآهم صائد الحيتان في خليج بأفن. بعد ذلك بدا أنهم اختفوا في هاوية القطب الشمالي. عندما فشلت السفينتان في العودة تم إرسال فرق البحث، ولكن مع مرور كل عام تلاشى الأمل. في عام 1850 اكتشف الباحثون الأدلة الأولى، مواقع التخييم المهجورة والمعدات المتناثرة، والإدراك المزعج بأن الطاقم واجه مصاعب لا يمكن تصورها. جاء الاكتشاف المحوري في عام 1859 عندما عثر فريق بحث على مذكرة في جزيرة الملك ويليام. كشفت أن فرانكلين توفي في يونيو 1847 وأن السفن كانت محاطة بالجليد لأكثر من عام. حاول الطاقم اليائسون ونفاذ الإمدادات القيام برحلة محفوفة بالمخاطر جنوبا، لكن لم ينج أحد. روت الهياكل العظمية التي تم العثور عليها على طول الطريق قصة مروعة عن الجوع والتعرض، وربما حتى أكل لحوم البشر لسنوات. كانت هذه الشظايا كل ما لدينا. ثم في عامي 2014 و2016 تم اكتشاف حطام سفينتي إيريبس وبيرور أخيرا، حيث كانتا سليمتين بشكل مخيف تحت المياه الجليدية. يتم الآن دراسة هذه البقايا الشبحية بدقة، مما يكشف عن أدلة جديدة مغرية حول الأيام الأخيرة الطاقم. تظل رحلة فرانكلين المفقودة واحدة من أعظم الغاز التاريخ البحرية، وهي قصة تحذيرية عن الطموح والتحمل والطبيعة القاسية للقطب الشمالي. إنها تذكير صارخ بالمخاطر التي يواجهها المستكشفون والسعي الدؤوب للاكتشاف. لذا في المرة القادمة التي تسمع فيها عن البعثات الاستكشافية الحديثة أو البعثات الفضائية، تذكروا قصة فرانكلين ورجاله. إن إرثهم هو شهادة على شجاعة الإنسان والتكلفة المأساوية للاستكشاف في كثير من الأحيان. شكرا لانضمامك إلي في هذه الرحلة إلى الماضي الجليدي. إلى اللقاء في المرة القادمة. ابق فضوليا.